عارفة أساسيات الإنجليزي، وكنت شاطرة جدا في الإنجليزي في الأول في ابتدائي وإعدادي. بس لما دخلت الثانوي أنا ما لقيتش إن مدرس كفاءة إن أنا أخد منه كمادة علمية كويسة، أو إن هو مثلا يوصل لي المعلومة صح. فاستنيت لحد تالتة الثانوي لحد ما جامعة حضرتك. فبرضو الأساسيات كده أنا دافع لك في الموضوع. لا بجد والله. فالأساسيات مثلا أو معظم الكلمات، خدنا كلمات كتير في الثانوي، بس أنا ما كنتش بحضر الإنجليزي خالص. فالمفروض إن أنا أجمع كلمات كتيرة إزاي أو أحصل الكلمات كتيرة إزاي. طيب، وملخص الكلام إنه تجميع الكلمات طبعا هو ضروري جدا، بس أفضل حاجة لتجميع الكلمات إنها تكون من سياقات، ما تكونش من جداول. يعني مثلا احنا حاطين تارجت مثلا ان احنا نحل قطع كتير، فانت تاخدي كلمات من قطع احسن ما تاخديها من جداول كلمات. تاخدي كلمات من تراجم هتثبت اكتر وهتكون مفيده اكتر. فانا دلوقتي مثلا حليت القطعه دي، حللها لوحدها او حللها ضمن واجب او حللها في امتحان او حل لمم قطع الامتحانات الثانويه العامه السابقه وبشتغل عليها، شغال عليها. هتلاقي بقى في فرايتي جامده. القطعه دي بتتكلم عن العولمه، بتجمع كلمات عن العولمه، ده زائد الفكره نفسها، فتجمع تعملي نوتس بالكلمات دي. وبرضه ما يكونش عندك توقع انها تثبت كلها يعني. أيوة. بس انا مجرد ان انا بكتبها وبقى رايح جاي بس عيني عليها كده، فمثلا هيثبت مني 80%، ابدا اضيف تاني. اللي يضاف دون في حاجات هتروح وحاجات هتيجي، وفي حاجات منها بتظن ان هي راحت، بس لما تيجي قدامك في السياق هتلاقي فاكراها، تفاجئ ان انت فاكراها وهتفتكرها من السياق. بس دايما تفضلي مهاجمه بكده. فاحسن مصدر ان يكون مصدر فيه سياق، داخل سياق. احسن من ان انا اقعد احفظ عواميد كلمات. احسن تكون في سياق احسن يعني. طب مثلا انا في الامتحانات او ايا كان في الشيت مثلا في الانجليزي او كده، ما بكونش فاهمه اصلا السؤال بيقول ايه، بس انا مذاكره. فهي دي برضو المشكله. ما هو دي بقى مشكله نقص الكلمات. ما هي دي المشكله. او انا مثلا انا خلاص فهمت السؤال، برضو انا مش عارفه اكتب بالانجليزي. لو بالعربي يلا هديك احسن اجابه. بس انصح ان يكون في دعم شويه من مدرس مساعد ولا حاجه، مثلا بيديكي جرعه مدتها 10 حصص، التركيز كله على الجزئيه دي، يعلمك ازاي يعني تكتبي. يعني عاوزين نقول كذا، نقولها ازاي، تبداي تكتبي، يقول لك لا المفروض تكتب بالشكل الفلاني. ايوه. فيبدا يطلع لك غلطاتك دي. فحتى لو هيحولها يا ستي طريقه جمل ترجمه من عربي لانجليزي، بحيث ان انت عاوزه تقولي يعني الترجمه على فكره بتحسن قوي. يعني انا عاوز اقول مثلا ايه، انه التعليم بيتاثر بشكل كبير بكذا، يلا اكتبيها بالانجليزي، هتقوم انت كاتباها فيطلع عندك شويه مشاكل، فيقول لك لا بعد كده بقى خلي بالك من اس المضارع، خلي بالك من كذا، تقومي كاتبه تاني، هتقومي واخده بالك بعد كده من اس المضارع ويطلع غلطه تانية يصلحها. صح. ده لو مشيت على دون فتره كده، ولو كل يوم جمله، لو كل بالتراكم هتبص تلاقي في حصل تحسن كويس جدا. ماشي. معلش. انا شايفه ان احنا مثلا كطلاب ان احنا نراجع قبل ما المدرس يراجع. يعني انا راجع مع نفسي ان انا مثلا انا راجعت اليونت دي عشان المستر هيراجعها. فبس بتبقى صعبه عليا ان انا مش عارفه. يعني انا مثلا هنراجع النهارده يونت 1، فانا ابدا مثلا في اقرا الكلمات تاني وكده. بتبقى صعبه بقى ان انا اسمع تاني كده. بس انا شايفه ان انت بتفهم احسن، ان انا بفهم احسن. طب قولي امال هو يعمل ايه بقى؟ ما انت يعني انا بقول لك تعليلي النهارده هراجع لك الشابتر ده، ذاكري بعدي بقى. يعني ذاكري بعد يعني بس برضو على حسب كل مدرس هو ماشي ازاي او بيعمل ازاي. اصل في حد مثلا بيبقى رؤيته ان هو في المراجعه انا مش هعمل، يعني خلاص بقى مش هشرح حاجه ولا كده، هنحل بس. يعني في ناس بس مراجعتها حل بس. في حد لا هيراجع تاني، يخليك تسترجع المعلومه ويضغط شويه بقى على الحاجات اللي هي الاستثنائيه والحاجات اللي فيها افكار والتريكات والحاجات اللي زي كده. فدي على حسب بقى المدرس. فلو لقيت المدرس ان هو بيحل بس، يبقى خلاص انت اللي مطالبه ان انت تذاكري او تراجع بنفسك. لكن لو هو هيراجع يبقى انت شيل عن نفسك عبء ان انت. انا عن نفسي مثلا ما تجيليش مراجعه، لو طالب منك مثلا ده حتى المفردات نفسها انا هراجعها لك وبعدين اقول لك روحي. ايوه. يعني هنراجع المفردات والفروق اللغويه وكذا وبعدين اقول لك روحي بقى يلا يعني راجعيها تاني بقى وحل عليها. ايوه مثلا. ماشي. شكرا.